بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي وسموحه. يا ترى يا كولر انت موصلنا لفين؟ يعني عدمت حسين الشحات. حسين الشحات معدوم نهائيا، ما بيلعبش كوره. ما اعرفش ايه السبب. في ناس كتير بتقول لك عشان مغير مكانه، مبدل مكانه، يعني هو بيجي على دايما بيلعب الكرة على عدلته اللي هو يمة الشمال وكده. لكن لعيب الكورة بيلعب في أي منطقة لازم يكون في لعيب جوكر. لازم يكون في لعيب جوكر بيلعب في راح يمة اليمين هيلعب، راح يمة الشمال هيلعب، في نص الملعب هيلعب، صنع ألعاب هيلعب. حسن الوحيدة اللي عملها النهارده حسين الشحات الهدف، الكرة اللي لعبها لأمام عاشور بس فقط لا غير. بعد كده حسين الشحات مع السلامة يا ليل، مفيش. 2-0 سموحة المستسلم نهائيا. سموحة مستسلم لدرجة ان سموحة لو كانت شدت على النادي الاهلي، لان سموحة خايفة، شدت على النادي الاهلي والله كانت هتحرج الاهلي النهارده. كولر عمال يخربط في الخطة والكلام ده مفيش فايدة. يلا يعني هجمة مرتدة اهو امام عاشور. خلاص ضاعت مفيش. يعني أسامة أبو علي بأمانة الله، أسامة أبو علي عمل كل حاجة في الماتش النهارده. يعني أسامة أبو علي داخل يرجع يقطع الكورة، يرجع يدافع، مش عارف يا عيني. طيب هيعمل ايه؟ رخر في الهجمة المرتدة مش بتلاقيه، لأنه بيلعب في ال18 مع محمد الشناوي. فدي كولر بدأ ايه كذا ماتش على التوالي لحد دلوقتي من بداية الدوري، من ايام ماتش باتشوكا، والكولر عاوز يمشي، عمال يعمل تشكيل غلط. ما يمشي، ما يغور في داهية، ما يبلغ إدارة النادي الأهلي اللي أنا عاوز أمشي. ما تغور في داهية يا عم، مفيش مشكلة روح. لكن مش تعمل لي ان انت واخد كام بطولة، واخد 11 بطولة مع النادي الاهلي، بقالك سنتين واخد 11 بطولة 3 سنين. عادي لعيبة النادي الاهلي دي لو بتلعب من غير مدرب هتاخد بطولة، لان هو لعيب النادي الاهلي. القميص اللي هو لابسه قميص النادي الاهلي.